بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عارفين طبعا ان رئيس مصر الحالي المنتخب الدكتور محمد مرسي قد اعلن في برنامجه الانتخابي انه في الاول 100 يوم هيكون في كذا انجاز، منهم النظافه، منهم المرور. يعني انا مش متابع قوي، ولكن اللي انا عايز اقوله ان احنا اعلنا من الاول خالص ان احنا هنكون مع اي رئيس منتخب ونقف معاه، سواء كنا يعني قبل كده معاه او كنا ضده. يعني كنا من انصار ابو الفتوح، من انصار صباحي، من انصار شفيق، من انصار اي حد، العوة، اي حد من المرشحين. في النهايه بقالنا رئيس منتخب، شئنا ام ابينا هو رئيسنا. وبعدين انا عايز اقوله ان احنا ليه بنخلي الامور مشخصنه، وان هو لازم ان احنا نطلع على هذا الرجل ونبص له بمجهر ونشوف اي خطا من الاخطاء نظهره. لا، انا شايف ان مش ده المفروض الاسلوب الامثل والاصح ان احنا نمشي بيه. احنا قلنا ان احنا هنكون مع اي رئيس هينتخب، وفعلا جدا رئيس ومنتخب، واحنا ماشيين وراه في هذا الموضوع. يبقى يجب ان نساند. بنبص مشروع ال 100 يوم عشان نساعد في ان هو يتم، لان اي حاجه هتتم لخير مصر وخير المصريين، مش هتتم لجماعه. قد تكون الجماعه فاكره في دماغها ان هو خير ليها، لكن احنا كمصريين لا، بنبص ان الخير اللي بيحصل للمصريين كلهم، وان هذا الرئيس مش رئيس لجماعه معينه، لا ده رئيس للمصريين كلهم. هذا الرئيس مش فرز من جماعه معينه، لا ده فرز من المصريين. هذا الرئيس مش هقول يعني ايه اهواءه مع جماعه معينه، لا اهواءه مع المصريين كلهم، مسلمين ومسيحيين، رجال ونساء، اطفال وشيوخ. المهم احنا كلنا كمصريين لنا رئيس. انا بقول الكلمه دي ليه؟ لان انا جاي النهارده من الجامعه من القاهره، فوجئت ان في ازدحام مروري شديد. ببص في الازدحام المروري دي لقيت ان الثلاث حارات بتوع الشارع اللي احنا ماشيين فيه بقوا حاره واحده. ليه؟ لان في هدد مرمي في جوانب الطريق داخل القاهره الكبرى، ماشي في شوارع رئيسيه داخل القاهره الكبرى. هدد مليان، كسر بتاع شركه رخام، مصنع بتوع رخام، الكسر بتاعه مرمي على الرصيف، واخد طبعا حارتين من الشارع. العربيات كلها تتلم في منطقه دي، اللي هو الكسر والهدم والقاذورات والزباله اللي احنا بنقول ان هي موجوده في الشوارع. ما كانش ايام النظام السابق واحد يجرؤ انه يرمي حاجه، لانه ممكن يتمسك فيه. حتى في منطقه سكنيه لو اترمى في منطقه لسه بتتبني من اول وجديد، لو اترمى شويه كسر من شقه، يا الدنيا تقوم والحي يقوم، وايه اللي حصل وبتاع، ويتكلم مخالفه، ولازم يجيب ونش ويشيل الحاجات دي وتعمل نظافه. هو احنا الثوره دي، يعني انا اسف بقول، يعني المفروض تكون نظفتنا ولا المفروض تكون دخلتنا في هذا المجال؟ اللي بيرمي هذا الموضوع هل هو متعمد عشان نفشل كمصريين ونفشل كثوره ويفشل كرئيس ونبتدي بقى نلف اللفه من اول وجديد؟ هل ده متعمد ولا المسائل يعني نفسيتنا خلاص بقى، يعني احنا فجرنا ودخلنا في هذا الموضوع؟ المصري الحق، المصري المظبوط، المصري ايا كان مسلم او مسيحي، لا الدين المسيحي بيأمر بالقذاره ولا الدين الاسلامي بيأمر بالقذاره، الاثنين بيأمروا بالنظافه ونظافه الجسد ونظافه الهندام ونظافه المحيط الواحد بيعيش فيه. الله جميل يحب الجمال، يعني احنا عايزين شيء من النظافه. طب اللي رمى الكسر بتاع المباني ومتعمدا، بصوا للمدخل بقى، وانا بلف من تحت كوبري عبود عشان اطلع بالعربيه بتاعتي بره، الاقي عند الموقف ازدحام شديد جدا، حته بتاعت نص كيلو. الازدحام ده جاي ليه؟ عربيات من الموقف فاضيه بتلف، ما اعرفش ليه. هل هي عشان تسد الدنيا ولا عشان ايه بالظبط؟ اطلع من كوبري عبود عشان امشي في الطريق بتاعي عشان ادخل الطريق السريع، الاقي برضه كتف من الطوب مليان ومرمي وهدد وقاذورات. انا عايز افهم شرطه المرافق فين؟ الحي فين؟ عربيات النظافه فين؟ اللي بيرمي ده ما اتمسكش ليه؟ انا مش معتاد ان انا اشوف عربيه بترمي لي في الشارع كسر المفروض ترميه في حته هدى او حاجه من هذا القبيل، مش معتاد ان انا اشوفها بعينيا واسكت. طب احنا اعتدنا هذا الامر ليه؟ ليه ساكتين؟ هل هذا متعمد عشان الراجل يفشل؟ انا يعني بصراحه مستاء جدا من اللي بيحصل ده، لان دي مش اخلاق مصريين والله، ولا اخلاق مسلمين، ولا اخلاق مسيحيين ان هم يعملوا هذا الموضوع. ليه نعطل الدنيا؟ ليه ادخل من مصر من عند اليوب لحد القاهره في ساعه، في حين ان انا من متغمر لحد اليوب دي باخد فيها يمكن ساعه؟ ليه بيحصل كده؟ ليه الازدحام الشديد في مناطق معينه؟ ليه عند المداخل بتاعت مواقف تقف العربيات وتتكاتل وتوقف لي الدنيا؟ واجي ابص، انا الاول كنت الاقي طريق واقف اقول في حادثه ونلاقي في حادثه، دلوقتي لا، عربيتين نقل ماشيين جنب بعض، خلاص
عربيتين قفلوا الطريق خالص، عايز يعدي من العربيتين بقى براحته خالص على ما تهدى الدنيا، على ما يتفتح له فتحه منهم ويبتدي يعدي. انا اعتقد ان الامور دي يعني هي امور مننا احنا كمصريين، واحنا كمصريين ممكن نصلحها لانها من نفوسنا. احنا لسنا قادرين ولسنا دعاة تخريب، ولسنا بنرمي الزباله بتاعت الهدد في شوارع مرصوفه وسد طريق المسلمين. مش من الاسلام، مش من الدين، مش من الاخلاق، مش من حاجه خالص، الواحد مش شايف لها اي سبب. ارجو ان احنا نتكاتف، وارجو ان احنا نتعاون مسلمين ومسيحيين لانجاح هذا المشروع، لانجاح للمصريين. اخطا هو بقى وجاب حاجات تانية، هنا نقف له. يعني زي ما بنقول لا ده خطا في هذا المجال، هنقف له ونقول له لا ده خطا في هذا المجال. لكن اللي بيعتمد علينا احنا كمسلمين وكمصريين وكمسيحيين في النظافه ونوسع نفسنا، هو لما بيقف عربيه والواحد بيبقى واقف في الشمس ومهري، هل لو كان مسلم ولا مسيحي بنبص له مسلم ولا مسيحي؟ الاثنين بيتهووا تحت الشمس. الوقفه دي باستهلاك البنزين، باستهلاك الوقود، بالازمات المفتعله اللي بتحصل، هل بيتاذي منها مسلم بس ولا مسيحي ومسلم؟ ارجو ان احنا نحاول نتعاون مسلمين ومسيحيين في مسك هذه القاذورات التي تسيء الينا جميعا والانهاء عليها. وجزاكم الله خيرا، وربنا يعيننا كلنا ان شاء الله على اتمام مشروع النهضه اذا ربنا سبحانه وتعالى شاء له انه يستمر معنا كرئيس.